بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. عاملين ايه يا حبايبي؟ يلا كده نسمي الله ونصلي على الرسول، نبدأ الفيديو الجميل ده مع بعض. هو ان احنا النهارده بقى حبينا نعمل الفول الدميسة كده بتاع السحور. كل الف سنة وانتم طيبين. طريقة جميلة جدا وكريمية وتحفة، طعمها جميل وشكلها جميل. يلا نعصر ليمون كده وناكل بالهنا والشفا. لو اول مرة تشوفيني يا ريت تنوريني كده وتحط لي اللايك وتحط لي اشتراك وتكتبي لي كومنت جميل زيك كده وتقولي لي بتشاهديني من اي بلد. يلا نشوف عملنا الجمال والحلاوه دي ازاي. جبت لكم سر من اسرار الفول بتاع العربيات وبتاع المطاعم اللي ايه بنروح نشتريه ونلاقيه كريمي كده وطعمه تحفه. السر بقى في الفيديو، خليكي معايا للاخر وشوفي انا هضيف عليه ايه المكون اللي هيخليه كده. ولو عايزاه اصفر اكتر من كده هتزودي المكون ده وهيطلع معاكي لونه اصفر وطعمه تحفة، وفي الطعم حاجة جميلة. اول حاجة كده بقى ايه، جبنا نص كيلو فول من بتاع الدميسة. اي نوع بقى انت بتحبيه، انا بفضل الصغير ده علشان بيستوي بسرعة. بليته من بالليل كده، نقيته كويس وبليته في ميه وخدته بقى الصبح كده وقمت ايه غسلاه كمان غسله. وجبت ايه جزريه كبيره كده حلوه بشرتها ومعلقتين عدس وطماطمه، حبايه كده من الطماطم. غسلنا الفول كويس، وهجيب بقى الفوالة بتاعتنا الجميلة ديت اللي انا بعمل فيها على طول، طبعا قلبها اسمر كده عشان انا بعمل فيها الفول على طول. على طول بطيب فيها فول. هننزل بقى بالفول بتاعنا في قلب الفوالة. هنشيل الفول كله نحطه في قلب الفوالة كده من المية. بس اهم حاجه تبلي الفول من بالليل عشان ما يغيبش معاكي في السوا. لو هتعمليه مثلا تبليه الصبح، ولعي عليه مثلا من بعد الفطار لحد السحور وتهدي عليه النار، هتلاقيه ما شاء الله عليه استوى معاكي. ناويه تبليه زي من بالليل كده، بالليل من بالليل هيوفر عليكي اكتر بكتير، علشان بيطيب معاكي يا دوب على النار كده ساعه. هتلاقيه ما شاء الله طاب واستوى بقى تحفه. نزلنا بقى بالفول ونزلنا بحبية الطماطم وبالجزر المبشور وبمعلقتين عدس. هنجيب مية بقى وايه ونملى الفوالة كده على الفول مية. يعني هنسيب قيمة ايه، نبة من الصبح كده من الفوالة عشان الفوالة تاخد راحتها وهي بتغلي، ما توقعش على البوتاجاز وتطفلك النار. شجعي بقى واعملي الطريقة دي رمضان. مش هتجيبي فول من بره خالص، النص كيلو فوق ده هيكفيكي اسبوع، او على الاقل خالص لو انتوا بتحبوه بتحطوه مثلا على الفطار جنب الاكل هيكفيكي 4 ايام. احسن من الشراء من بره. خلاص غطينا الفوالة وخدناها على النار. عليت النار على العين الصغيرة، لما الفوالة كلها المية غلت فيها هقوم جايه بقى ايه مهديه النار خالص زي الشمعة على اصغر عينة في البوتاجاز. هتهدي النار زي الشمعة وتسيبيه بقى مع نفسه وتقفلي عليه الغطا خالص علشان ما ياخدش منك هوا وما يبقاش كويس. طاب واستوى، شوفي ما شاء الله عليه كده قعد ساعة على البوتاجاز على نار هادية بس بعد ما يغلى. جبت بقى حلة كده صغيرة وهاخد الايه كمية اللي انا هعملها عشان كنا رايحين نتغدى. هاخدها بقى كده ايه وهرسها بوريهولكم تاني اهوت، بوريكم ان الفولايه كده مستويه والعدس فيها والجزر مخليها تحفه. كانت طالعه طعمها جميل وكريميه كده وطعمها جميل جدا. جربي الطريقه دي وهتدعيلي. دي سر من اسرار ان انت تعملي فول ويبقى مستوي معاكي، ان انت تبليه من بالليل وتولعي عليه بعد ما يغلى على نار هاديه. كده بقى ايه هجيب الهراسه بتاعتنا وهنهرس بقى الفول بتاعنا هرسه كويسه كده. بوريكم المية بتاعة الفول ما شاء الله عليها حمرة ورايقة ونظيفة وحلوة جدا. اهي تشوف المية معانا حلوة ازاي، حمرة وجميلة والفولية نظيفة وحلوة. وبقي بصي في الفول وانت بتجيبيه من عند الراجل، لا تجيبي لا يكون مسوس، لان في احيانا بيبقى فيه فول غايب عندهم ومسوس. جبت بقى هرست الفول وهنزل على الفول كده الكمية اللي انا واخداها على قد الاكل وايه وههرسه هرسة كويسة. طبعا انا كنت عايزه امسك حبايه فول كده واوريها لكم وهي مستويه، بس بصراحه كانت سخنه قوي، كانت سخنه جامد، ما عرفتش امسكها بصوابعي. خلاص هرسنا الفول بتاعنا كده. قبل ما اضيف عليه اي حاجه هجيب بقى طبق كده فيه معلقه مشكله كده من الشطه والسبع بهارات والملح والكمون، خلطه كده انا عاملاها زي ما قلت لكم، ونص معلقه كركم وشويه زيت. نص معلقه الكركم دي بقى اللي بتخلي لك الفول اصفر وزي بتاع المطاعم وزي بتاع العربيات بيضيفوا عليه كركم.
لو انت بقى حباه يبقى اصفر من كده، ضيفي زي ما انت عايزه، ضيفي معلقه كبيره، ضيفي معلقه ونص حسب ما ما انت عايزه اللون. وبالطريقه دي بقى حطيته تاني على البوتاجاز وظبطت له الملح، وحطيته على البوتاجاز غلى غلوه كده وطفيت عليه، وكان بالمنظر الجميل ده. الطعم كان تحفه. حابه تحط عليه سمنه بلدي بتخلي طعمه جميل، حابه تفقش عليه بيض، في ناس بتحبه بالبيض، اعملي اللي انت عايزاه. واشوفكم فيديو جديد يا احلى متابعين في الدنيا، ورب الفيديو يعجبكم. باي باي.